عسلامة، مرحبا بكم في المطبخ التونسي. رانا اليوم باش نعمل مع بعضنا الملفوف التونسي بطريقة سهلة وفاستيل في الدار، ما غير لا تبقوا تخسروا فلوسكم من برا ولا حتى شي. يلا نشوفوا الطريقة مع بعضنا كيفاه. نسخنوا كيس حليب، نزيدوا عليه مغرفة سكر، خميرة خبز، نخليهم يتفاعلوا مع بعضهم. بعد نزيد عليه 4 مغارف زيت زيتونة، نزيد عليه 250 جرام سميد، 250 جرام فرينة، مغرفة ملح، ونزيدوا الماء لين يتلم، نخليهم يخمروا نص ساعة كيكة. من بعد نقسموا العجينة بتاعنا كيما هكا كويرات صغار، نحلوها بشوية زيت، ماذا بيكم تحلوها رهيفة شي ساعتين كيما تشوفوا في التصويرة. نحط مغرفة هريسة مايونيز، نحلها على الورقة كاملة. بعد زدت عليها ليتشي، تنجموا تزيدوا أي نوع متاع سلطة، فقوس، طماطم، أي نوع متاع سلطة. حضرت الفريت متاعي وزدت عليه بصل، قليته بشوية زيت، زيتون مقصوص صغار، عظم مسموطة، طن ولا سكالوب اللي تحبوا، رشة معدنوس، ونشخشخها بالجبن. عملت زوز أنواع متاع جبن. من بعد نسكر البات متاعنا من الجناب الأول، من بعد نلفوها كما هكا في التصويرة. حاولوا شوية هكا نسكروا البات متاعنا بالليل باش ما تتحنش. نسخنوا المقلة متاعنا، ندهنها بشوية زيت، نحطها تطيب. نطيبوها على الكتفاس، حاولوا من الجناب الكل نطيبوها مليح باش ما تبقاش معجنة من داخل. هكا حضرت الملفوف متاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقة. خير من اللي تشتروها من برا ب5000 ولا ب6000، ما نعرفش. تعملوا في الدار بمكونات سهلة وبنينة على الاخر ونظيف. ان شاء الله تكون عجبتكم الرسالة. تابعوني على قناتي مطبخ التونسي مع رانا، ديما برسالة جديدة.